ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله. نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاك كابتن اسلام صوب فيديو جديد النهارده ان شاء الله. هنتكلم عن اختبارات نادي الاسماعيلي. اختبارات نادي الاسماعيلي فيها حاجات غريبه وشروط غريبه السنه دي، اول مره اشوفها، وحاجات يعني انت هتستغرب لما تعرفها. هنتكلم عن كل تفاصيل الاختبارات، وهنتكلم عن مواعيدها وكل حاجه تخص اختبارات نادي الاسماعيلي. بس لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مش في القناه، انزل دلوقتي حالا نعمل اشتراك للقناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نصور لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو. يلا بينا. نادي الاسماعيلي من الانديه الكبيره جدا، من الانديه اللي ليها شعبيه كبيره جدا، ومن الانديه اللي ناس كتير نفسها تلعب في نادي الاسماعيلي، وقطاع ناشئين قوي ومميز. بس الفكره ان السنه دي الاختبارات يعني فيها حاجه غريبه كده مخوفاني ومخوفه ناس كتير. اول حاجه مخوفاني وهي سعر الاستماره. سعر الاستماره 150 جنيه، وده اعلى سعر استماره لحد دلوقتي في الاختبارات اللي اتعملت. 150 جنيه سعر استمارة غالي جدا ومكلف جدا. وبرده مع احترامي الكامل لنادي الاسماعيلي، اختباراته يعني من الانديه برده الاختبارات ما بتبقاش نزيهه 100%. فنادي الاسماعيلي حاطط سعر استمارة 150 جنيه، وحاطط شرط تاني برده انا شايفه غريب جدا، وهو الحضور بالزي الاسماعيلي. يعني انا عشان اروح اختبارات نادي الاسماعيلي لازم اشتري تيشيرت الاسماعيلي لو مش معايا، وسعر الاستمارة 150 جنيه غير المواصلات، يعني اخش لي في 400 جنيه. الموضوع صعب جدا بالنسبه لاختبارات نادي الاسماعيلي. بس نصيحتي الاختبارات بلاش اختبارات نادي الاسماعيلي، عشان هتكلف كتير وفي الاخر ممكن ما تنجحش، وفي الاخر ممكن تحبط بسبب المصاريف اللي صرفتها والمجهود اللي عملته. فمن الاختبارات اللي انا ما بشجعهاش السنه دي، او ما بنصحش ان انت تروح السنه دي، النادي الاسماعيلي عامل اختبارات هتبتدي من يوم 4 6 لمده شهر في استاد الاسماعيليه في الملاعب الفرعيه. فمن الاختبارات لو انت من اسماعيليه مضطر تروحها لان دي اقرب حاجه ليك. وبرضه هنزل لكم اختبارات نادي القناه من الاختبارات القويه جدا، ومن القطاعات القويه جدا، من اهم القطاعات في الدرجه الثانيه في الممتاز ب. وبكده خلصنا فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. لو محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات تحت، او اعمل لي فولو على الانستجرام ارد عليك على طول. يا رب تكونوا استفدتوا. كان معاكم كابتن اسلام الصافي من قناه يوميات لعب كوره. اشوفكم على خير وفيديو جديد، والسلام عليكم.